واهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووهشة الصدر ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابنه وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عسى اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النواب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصافحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبي سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أعظم بلائي وافرت بي سؤالي وقصرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني في بعد آمالي وخدعت للدنيا بغرورها
ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا ينجب عنك دائم سوء عملي وفعلي ولا تخذني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأعمال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكمن اتبعت فيها أبا نفسي ولم أترس فيه من تزيين غدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغضب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا وجة لي في وجرى علي فيه قضاك وألزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مخزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدة وثاقي يا رب ضعف بدني يا رب يا رب ضعف بدني يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي
خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تدعي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوههم خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر أبت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جبار أسعت إلى أوطان تعبدك تعب وأشارت باستغفارك مذنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوب يسير بقاء كثير مدته فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كير لا لي من عذاب وشدة أملت للبلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك إلهي إلهي إلهي.
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهل هذا جلالي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج محمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تعلم الله وهو يهمل فضلك ورحمتك أم كيف يوربه لهيبها وأنت تسمع صوتا فترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرنا وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقهم فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك فلا أشبه لما عملت بالمبندين من برك وإحسانك وباليقين أنت لولا ما حكمت به من تهذيب جانبك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتبنت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها فبالقضية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليها مع جبارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر لي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الخير يا من بيدي ناصيتي يا غليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واغدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليك شكوت أهوالي يا من عليه مؤملين يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب قف على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهبني الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسر إليك في ميادين السابقين وأسر إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين
وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وأعتف علي بمجدك وأحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجوم وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك فاقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء فتاة غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلام البكاء امام رضا فرمود ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن ابي طالب وسلام البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بي ما انت اهله ولا تفعل بي ما انا اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
واحشرنا معهم باسمك العظيم الأعظم وبالحسين يا الله 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 بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب